اليوم غنحضر معكم البسطيله بالقاليني، كتجي لذيذه، غتحمر لكم وجهكم مع ضيافكم ولا بدا خصكم تجربوها. غناخذوا بالنسبه للتوابل عندي القرفه، البزار، الملحه، سكينجبير، خرقوم، عندي قعقله وبسيبيسه، السمن، سكينجبير طري، ثومه، واحد ضامه ديال الزعفران. ومن بعد كنديروا 2 كؤوس ديال الماء، كنشرملوا الدجاج ديالنا هكا مزيان كنخليوه من الاحسن يبات ليله كامله باش كيتشرب لينا داك الدجاج العطريه. كناخذوا الزعفران شعره، كنديروا هكا فوق القميله باش هكا دغيا كيسخن لكم، وملي كتجيو تحكوا دغيا كيتحك لكم. كنحكوا الزعفران شعره وكنضيفوا القرفه، قربيطه ديال القزبر ومعدنوس. من بعد ما كيتشحر ليا الدجاج وكياخذ داك التوابل مزيان عاد كنضيفوا زيت الزيتون وكنضيفوا البصله اللي فرمناها في لاشواغ وصافي. كنخليو الدجاج ديالنا على عافيه مهيله حتى كيطيب لينا. ومن بعد كنحيدو الدجاج ديالنا على هاد الطريقه هذه، وكنعلكو. كنزيد البصله، انا زدت هنا البصله، وكنخليو الدجاج البصله حتى كتعلك لينا. من بعد كنفرتو الدجاج، كنفرتوه من الاحسن يتفرتت على هاد الطريقه هذه. ما تفرتوش بزاف. هنا خديت واحد الكاس ديال اللوز اللي محمر، محيد ليه القشره، درت ليه المسكه الحره، القرفه، واحد ساشيه ديال الزهر. صافي كنطحن كلشي مزيان وكنضيفوا لداك التعليكه ديال البصيله ديالنا اللي حيدنا منها الدجاج. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل كما كتشوفوا. ومن بعد كنضيفوا البخاليني ديال اللوز اللي كتشوفوا على الطريقه دي، واحد المعلقه كبيره، وواحد تقريبا واحد 2 معالق 3 ديال الماء زهر. من بعد اللوز اللي غادي نديروه في يعني في البسطيله ديال الدجاج، كنطحنوه كنفرموه، كنضيفوا ليه القرفه، ساشيه ديال الزهر. من بعد هنا زدت ليه حتى هادو بالنسبه للبريوات نفس الطريقه، غير هو اللوز كنزيد نعلكم مزيان، كنضيف ليه الزبده، كنضيف ليه القرفه، وكنضيف ليه الزهر. صافي وكنكورو. هنا بالنسبه البسطيله ديالنا كنشدو الزبده والزيت كندوبوها، وكنبقاو نديرو على هاد الطريقه، وكنرشو وكندهنو كما كتشوفوا. وكناخذ البيض باش كنلصق الورقه ديالي من التحت ومن الفوق. صافي هنا كندير الدجاج راني خلطته مع داك التعليكه ديال البخاليني اللي كنت وجدت معكم ديال البصله. وهنا هذاك اللوز اللي علكنا في الاول كما كتشوفوا. صافي هنا كنبقى نلمط البصله ديالي وكنبقى نلصق بالبيض كما كتشوفوا. صافي وكنلمطها مزيان وغادي نديروها طيب على عافيه مهيله، تقريبا على 180 درجه من الفوق ومن التحت، باش كطيب لكم من الداخل، كطيب داك الورقه للداخل باش كتجي مقرمشه. صافي في الاخير كندهنوها بالزبده والزيت، وكنحصلوا على هذه الطريقه هذه، وكيبقى تزيين بحسب الاختيار. بصحه وراحه.